مرحبا أيتها النجمة، هل تعلمين رغم أنك بعيدة عني وتقبعين هناك في آخر المجرة، قد لا يكون هناك من لاحظ وجودك أو رأى خيوط النور الصغيرة التي تنشرينها، ولكني أنا فعلت ذلك. أنا لاحظت وجودك. أنا الذي كلما نفذت قوتي أستمدها منك أنت التي طالما كانت خيوط ضوءك تلامسني وتشعرني بالدفء. عزيزتي، أعلم أننا لم نكن على وفاق في الآونة الأخيرة، وأعلم جيدا أنني كنت سببا في حزنك يوما ما، ومع ذلك فإنني كل يوم أدعو الله أن تكوني بخير أكثر مني، وأن تكوني بصحة أفضل مني، وأن يمد الله في عمرك أضعاف عمري. عزيزتي الحبيبة، كم أود أن تكوني بين يدي هاتان، كم أود أن أحتضنك. هناك وسواس قهري في جسدي وعقلي، كم من المرات علي أن أحتضنك خوفا أن يمسك أي مكروه، ولو باستطاعتي لكنت حضنتك كثيرا وكثيرا منذ لقائنا الأول، وأنا عاجز تماما، لكن الآن تلاشى كل شيء، وطالما كنت بأمس الحاجة إليك وما زلت، ومع ذلك كنت تخبرينني أنه لا وقت لديك. أنا الآن بحاجة شديدة إلى تلك السنوات، ومع ذلك لم أطلبها منك. كان يشبه تحديا عظيما أن ننجو من قبضة الأيام الفائتة. أجادني تفكير، ولكنك أملي الوحيد. ماذا يفعل المرء عندما يقع في حب نجمة ظهرت ليلتين متتاليتين واختفت بعد ذلك للأبد؟